ريال مدريد يسجل عليه هدف قنبلة. نزعوا لي مرائي لما نزلت الريل وكنا طالعين البث المباشر، دمروني، نزعوا لي مرائي. يعني حسيت انه بكل الظروف اللي عم بتصير وكل الاشياء اللي عم نشوفها حوالينا للأسف الشديد قلنا بنطلع متنفس شوي، نحضر متعة كرة القدم مع ريال مدريد، مو نحضر بهدلة كرة القدم، شرشحة كرة القدم مع ريال مدريد. ما هذا الأداء، وما هذه المباراة، وما هذا الأربيلوا، وما هذا الفينيسيوس، كل هاي القصص، وما هذا الروديجير، وما هذا المستنتونو. يا ويلي شو في أشياء. كل هذا رح نحكيه بحلقتنا لليوم. معي أنا خالد غنايم. لا تنسوا اللايك الجميل، الشير الجميل، السبسكرايب الحلو، لأنه صراحة الموضوع بده قعدة وبده سردة. انتو خبروني مبدئيا شو رأيكم بالمباراة بالتعليقات، وإن شاء الله رح نكون بث مباشر بالمباريات القادمة. رح أحاول أني كثف شوي من البث المباشر، وبوعدكم أشياء كثير حلوة رح تصير قريبا. يا سادة يا كرام، نبدأ. أول شيء بدي أبدأ بتشكيلة أربيلوا حبيبي، أنت مالك أنشيلوتي، أنت مالك زيدان، أنت مالك مورينيو، أنت زلمة جاي تمشي شغل. لا تصدق حالك أنك مدرب، لأنه الخطة غريبة. خطة غريبة يا أخي. ما اختلفنا، هاوسن مصاب، حطيت ألابا، روديجير ما بعرف شو صاير معه، ما اختلفنا، بس تلعب بدون جناح ليه؟ والله فكروا فيها، ليش كان عم يلعب بدون جناح؟ عندك روديجير بالاحتياط، وعندك ماستنتونو بالاحتياط، وعندك ابراهيم دياز كان ولا مصاب والله ما بعرف. المهم ليش هيك عم تلعب؟ بدك تعطي فرصة للاعب خط الوسط، اعطيه، بس ليش عم تلعب بهي التشكيلة؟ تشكيلة غريبة أصلا هو لما دخل فيها. بعدين تبديلاتك لسه أغرب وأغرب وأغرب، وبعد المباراة بتقول والله الحق مو على اللعيبة، الحق علي أنا. أخي ما اختلفنا تعمل لي فيها أنشيلوتي وأنا أتحمل المسؤولية واللاعبين. أخي هتحرك، مو بس أنت المسؤولية، كمان اللعيبة. يعني شد لك شوي، بدأ شوية شدة. بنرجع لفينيسيوس جونيور انفرادية بتضيعها. ليش؟ يعني هاي الانفرادية لو دخلت كان فرقت المباراة على فكرة. انفرادية مثل هاي، لاعب مثلك فينيسيوس جونيور بتضيعها كيف؟ هاي واحد، شيروا الانفرادية على جنب، نقول والله ما زبط حظه. اللي كان متابع المباراة، فينيسيوس كان عنده إصرار على المراوغة. فيني طلع لك هلا اللي بيحضر الملخص مرة تانية، فوتوا على حساب لاليكا، للأسف ما راح أقدر إني أعرضه عندي حساب الحقوق. شوفوا كم مرة حاول فينيسيوس إنه يعدي من الجهة اليسار. كل ما يحاول يعدي يمسك الكرة بده يراوغ، لاعب 2 3 ثلاث لاعبين يجوا عليه ومصر إنه يراوغ، لدرجة إنه اللاعيبة الثلاثة صاروا عارفين إنه مستحيل يعطي باس، مستحيل. راح تتم المراوغة، وفعلا هذا اللي كان يصير. يجي يحاول يراوغ، تنقطع الكرة، يحاول يراوغ، تنقطع الكرة، يحاول يراوغ، تنقطع الكرة. والله العظيم لو أنا فاضي وراضي لجمع له اللقطات واحدة. يعني 3 لاعبين عليك، أنت معناتها تركت مساحة للزملاء. عطي باس 1 2، اتحرك، اعمل لك التريك، يعني العب عليهم شوي، ما تخليهم عارفين انت شو بدك. يعني كانت يعني دفاع ختافي عارف شو بده يعمل الأستاذ فينيسيوس، فاهمين هذا الزلمة راح يستلم الكرة من اليسار، يحاول يعدي، حتى لو كنا عليه 4 بده يعدي، حتى لو فضينا له الملعب كله ما راح يعطي باس. خلاص هيك كانت القاعدة ماشية مع فينيسيوس جونيور. كان غريب جدا 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 امبارح. نرجع للقطة روديجير. يعني هاي اللقطة تعكس حال ريال مدريد. شو هاللقطة؟ كسروا للاعب، لك دمروا، بدك تموته، تعمل لي فيها ما قصدك، وقال يعني هيك تكعبلت بحالي وقعت، وبسبب الوقعة أنا ضربته. ليش عم تضربه؟ أخي احترم شعار ريال مدريد. هاي الحركة غير أخلاقية. كان بدك بطاقة حمراء أصلا، كيف الحكم ما أعطاك أحمر؟ أنا ما بعرف. من بعدها الدفاع وين؟ الهدف اللي أكلناه هدف صاروخي، هدف عالمي، كل خط الدفاع وين؟ ألابا طلع مصاب عادي، يعني كيف بده يطلع؟ مصاب ألابا اطلع برا، جيب هويسن كان بإصابة رجع لك، باس واحد صح ما تعرف تلعب. هويسن لك شو في؟ ما بعرف.
اللعيبه كان وضعهم غريب. تخيلوا بعد المباراه صاروا يسالوا الجمهور اللي عم يطلع بكير، عم يطلع بالدقيقه 83 84 85، يقول لهم هذا عار. يطلع الجمهور الاسباني يقول هذا عار، هذا ليس الفريق الذي اشجعه، مو هذا الفريق اللي انا عم شجعه، مو هذا الفريق اللي انا بدي تابعه، ما في امل من العوده. تخيلوا ريال مدريد ابو الريمونتادا اللي علمنا الريمونتادا ما قادرين يفكروا او ما قادرين الجمهور يامن انه راح يرجع. تخيلوا انا امبارح بالشوط الثاني نمت، خلاص كنت عارف انه ما راح يسجلوا هدف. واضح من الاداء كله انه ما راح يقدروا يسجلوا هدف. واضح 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 والله العظيم. خصوصا لما عمل لي هالتبديلات الاستاذ اربيلو، تبديلات غريبه ما بتعرف ليش عملها هيك بدايه الشوط الثاني، يلا نعمل تبديلات. لانه ارنولد مدري شو صار له، ترينت ارنولد مدري شو صار له. نزلت عنده فيديو من فتره انه شوفوا هي اللي هيك جبناه، وبلش يعمل لي باسات حلوين. لك ولا باس حلو، لك ولا رفعه حلوه. يمكن من 12 رفعه عملها 8 غلط، من 12 عرضيه ورفعه وتمريره طويله 8 بس صح من اصل 12. 8 من 12، يعني الزلمه كان فاشل. المباراه كانت النسيان، مباراه كان داخلها ريال مدريد بلا هويه. ما استنتونوا هاي الحركه شو؟ انت مين؟ لا سؤال، انت مين؟ استاذ ما استنتونه، عمرك 18 سنه، عندك موهبه حلوه، جابك ريال مدريد، يعني لازم تحرط الارض حراته. ما دام عطوك كم دقيقه العب كرجل يا اخي. حاليا بريال مدريد لا يوجد لاعبين كالرجال، ما في لاعبين يلعبون كالرجال يعرفوا يصحوا هدول الصغار. لانه فينيسيوس جونيور، لك تخيلوا فينيسيوس جونيور راح يصير له 10 سنين، صار له 8 سنين. امتى اجى هو؟ لما طلع رونالدو صح؟ 2017 2018 يمكن اجى 18 صح هيك شيء. يعني خلاص بتحسه كأنه جاي امبارح، لسه كل سنة عن سنة كل سنة عن سنة لسه بيتحسن. بتحسه ولد لحد الآن لم ينضج، ما في نضوج. يمكن اللاعب الوحيد الناضج هو الغائب مبابي، والله هو مبابي. حتى غونزالو امبارح ما كان بيومه، امبارح الفريق كله ما كان بيومه، كان الفريق غريب. وأنا برأيي بهذا الأداء وبهذا الفريق صعب جدا 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 انك لا تربح دوري ولا تربح دوري ابطال اوروبا. اذا هيك بارضك وبيت جماهيرك مع ختافي، بكره مع السيتي، شو بدك تعمل؟ هلا انا عارف انه ريال مدريد يلعب كل مباراه على حده، على فكره هي حقيقه. ريال مدريد ليس من نوع الانديه اللي مستواه بالوقت الحالي او هذا الموسم مستواه ثابت دائما بيعطيك اداء حلو. لا، ممكن مع السيتي تلاقيه فجاه بوم ولع، ابدع بالبرنابيو، قدر يفوز، قدر كذا يعمل اداء حلو، ما اختلفنا. بس كاستمرارية انك تربح لقب هذا الموسم، انا متأكد انه الادارة عارفة وفاهمة انه هذا الشيء مستحيل. impossible، مستحيل. مستحيل هذا الفريق بهذا الاداء وبهذا المدرب الاستاذ اربيلو انه يربح اي لقب هاي السنة. هذا السنة تمشاية حال، على امل انه الادارة والفريق واللاعبين يصحوا بالموسم القادم ويجي مدرب يعرف يمسك زمام الأمور. لأن الأمور سايبة، أمور ريال مدريد سايبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يعني هذا ملخص سريع رح تكون على هذه المباراة بانتظار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد. غالبا برشلونة سوف يخرج من الكأس. خروج برشلونة من الكأس على فكرة ما رح يكون كتير في صالح ريال مدريد، رح يكون في صالح برشلونة أنا برأيي، لحتى يقدر يتفضى أكثر البطولات الأهم اللي هي الدوري ودوري أبطال أوروبا. عنده فرصة كتير كبيرة بالدوري بسبب سوء مستوى ريال مدريد وتذبذب الأداء، وعنده فرصة سوبر بدوري أبطال أوروبا لأنه طريقه يعتبر أسهل من ريال مدريد. فبالتالي ممكن تكون كتير سنة برشلونة، والله أعلم. لو حبيتوا الفيديو لايك شير سبسكرايب، تابعوني دائما، بحبكم كتير. إلى اللقاء.